السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي، والنهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شايفين عاملين الطبق القمر ده. شايفين عاملين ازاي؟ من نص كيلو بدل ما نشتري من الفرن اهو، زي ما انتوا شايفين تحفة. يلا بينا نشوف المقادير. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو كده حلو، يا رب يعجبكم. فيديو كده قرص اللي هي بالسمسم والقرفة والسكر اللي احنا بنشوفها في الافران. يا رب فيديو يعجبكم، وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. النهارده هنعمل بقى ايه؟ نسمي الله ونصلي على الرسول، ويا رب يشفي كل مريض. النهارده عندنا نص كيلو دقيق وعليه رشة الملح. عندنا هنا نص كوباية سمنة على زيت، نص كوباية سمنة على زيت او زبدة على زيت او سمنة خالص، المتاح عندك اعمليه. انا عندي هنا ايه، معلقتين لبن بودر. ده اختياري، لو انت عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه ما تحطوش. عندنا هنا ايه، خميره فوريه. عندنا 3 معالق سكر. عندنا هنا ميه للعجن، ميه دافيه. اول حاجه هنبتدي نسمي الله. اول حاجه هنحط الميه، بسم الله الرحمن الرحيم. ميه دافيه، طبعا مش هنحط الميه كلها، نحط شويه شويه. هنحط السكر، زي ما انتوا شايفين كده. عندنا هنحط اللبن، هنحط الخميره، هنحط هنا السمنه، سمنه على زيت، زبده على زيت، سمنه خالص، زي ما انتوا عايزين. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. انا هحطها على الدقيق هنا. هنعجن بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. مش مكلفة ولا اي حاجة خالص، مكونات موجودة عندنا في البيت اهي، ونعمل احلى قرص لاولادنا كده مع كوباية شاي بلبن. انا هعجن، ودلوقتي بعد ما احنا عجنا العجينة اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، شايفين عاملة ازاي؟ تحفة اهي، عجينة جميلة. هندهن وشها زيت. هنغطيها، مش هنخليها تخمر، بس هتستريح شوية 10 دقايق كده، وهنشكلها بقى مع بعض.
عقبال ما العجينة تستريح هنجهز الحشوة. عندنا هنا معلقتين قرفة، هنحط عليهم 3 معالق سكر اهو، ناخد نص الكمية، 3 معالق سكر كده مع معلقة سمنة، ونقلبهم مع بعض. ده الحشو بتاع القرص. كده جهزنا الحشو بتاع القرص كده، بتاع القرفة مع السكر مع السمنة. نيجي هنا للواجهة، نجيب السكر هنا، هنحط بقى السمسم عليه سكر 3 معالق سكر، هنقلب كده مع بعض. هنحط لهم معلقتين زيت زي ما انتم شايفين كده اهو، هنقلبه كله مع بعضيه. دي هتبقى الوش. خلاص حضرنا احنا كده كل حاجتنا. هنشوف العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ارتاحت اهي، احنا مش عايزينها تخمر دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كرة كده صغيرة الحجم دوت، شايفين الحجم ده حلو جدا. انا هعملها. ودلوقتي بعد ما عملتهم كور زي ما انتم شايفين كده، همسك اول واحدة كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نفردها كده زي ما انتم شايفين، وهنحط لها قرفة ونقفل عليها. هنجيب بقى هنا السمسم اللي احنا عاملينه بالسكر والزيت اهو، شايفين اهو. هنحطها هنا في الصاج. نعمل واحدة كمان عشان تشوفوها معايا اهو. هنحط القرفة، هنقفل عليها، هنحطها هنا عشان نضغط عليها جامد. شايفين الشكل عامل ازاي؟ انا هكمل واوريهولكوا بقى في الاخر اهو. بعد ما احنا خلصنا، شايفين عامل ازاي؟ تحفة. شايفين اهو. هنسيبها بقى تخمر وبعد كده نوريها لكم بعد ما تستوي بقى ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما احنا خلصنا زي ما انتم شايفين من نص كيلو، شوفوا طلع كمية قد ايه اهو. بسم الله ما شاء الله. وعملت بالعجوة، جزء بالعجوة وجزء بالقرفة والسكر زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، تحفة. شايفين الكمية؟ ولا نشتري من الافران ولا نعمله في البيت، واحنا ضامنينه واحنا عاملين حاجة كويسة اهو.
اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.